1000 ونص مثلا، 2000 جنيه مثلا، من 350 مثلا 400 كده. يعني من ما بين 400 جنيه او 500 جنيه في اليوم. ما تهزرش يا حاج، الموتوسيكل اللي راكبه الحاج ده ما شاء الله من احسن الموتوسيكلات اللي تشتغل بيها دليفري. ربنا يبارك لك فيها يا حاج يا رب. طب دلوقتي احنا رجعنا لكم تاني بالفيديوهات اللي انتوا طلبتوها كتير بتاعه طلبات. فيلا بينا كده نشوف الرجاله حصل لهم ايه وبيعملوا ايه. في فتره كده حصل فيها زياده بنزين، طبعا الفتره ديت احنا ما اتكلمناش فيها، قلنا ازاي تحافظ على الموتوسيكل وازاي توفر بنزين وكل الكلام ده. اشوف الفيديو بتاع قناه اليوتيوب. ودلوقتي هندور كالعاده على الناس بتاع الطلبات ونسالهم بقى الدنيا ماشيه معاهم ازاي في الفتره الاخيره ديت، والجو والشغل في الشتاء عامل ازاي، لان احنا دلوقتي فتره الشتاء. عايز اقول لكم الدنيا ساقعه ثلج. احنا في اسكندريه هنا بنطير حرفيا، بنطير من الساقعه. بس هنشوف هل الجو بيأثر على الناس ديت ولا لا. فاحنا كالعاده نخش باكتر منطقه فيها ناس ونبدا بقى عمليه البحث. وعايزكم تكتبوا لي بقى لو انتوا عايزين تعرفوا الموضوع تاني على الناس بتاعت العجل، الناس اللي شغاله بالعجل على طلبات، ولا تمام كده اكتفيتوا بالمعلومات اللي انا قلتها لكم. ماشي يا عم شكري. ولو في اي اسئله انا مثلا بنساها او حاجه وانتوا عايزين تسالوها قولوها لي. وعايز اقول لكم ان انا وعدتكم ان انا هعمل لكم كذا فيديو عن الناس اللي شغاله دليفري في المطاعم، الناس اللي شغاله دليفري في الصيدليات. طبعا كل الكلام دوت انا هعمله. بص قدامك، بص قدامك يا حبيبي. تمام، ادي واحد عكس، وكالعاده انتوا عارفين ان انا مش بسال حد ماشي عكس. يلا. طب انت رايح فين؟ مفيش اشاره، مفيش حاجه. منكم لله يا اخي. يا اخي منكم لله يا اخي، وبتقولوا بتوع الموتوسيكلات هم اللي مش عارف ايه. يا اخي منكم لله يا اخي. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. ممكن اصور معاك؟ اصور معاك ممكن؟ تخافش يا عم، تخاف ليه؟ بستغرب ليه؟ هصور معاك حاجة. تعالى افهمك الموضوع. عامل ايه الاول؟ اسمك ايه؟ كله تمام؟ بص يا صاحبي، انا عندي قناه على اليوتيوب بقدم بس الناس فكره الشغل على طلبات، بدل الناس ما تبدا تجرب هي بنفسها في كذا حاجه. فانا بنقل لهم تجارب الناس. فانت اوكي معانا ولا؟ شوف لو لا قول بلاش. خلاص عادي مفيش مشكله حبيبي. اطلع فوق. ابدل. طب في اكل طيب او حاجه؟ في اكل؟ لا يا حبيبي، في اكل ولا مفيش؟ قدرها مليانه سمك. لا لو ما فيهاش يبقى ماليش دعوه. قدر مليانه سمك. قدر ولا فيها؟ فيها؟ صح بجد حبيبي يا ابو الصحاب. حبيبي. اسمك ايه الاول؟ محمد احمد عاطف. كله تمام؟ كله زي الفل. انت شغال في طلبات بقالك قد ايه؟ يعني قول سنتين، سنه ونص كده. تمام. طيب انت في خلال بقى الفتره الاخيره دي في زياده في البنزين. جميل. هل حصل بقى زياده في الباتشات؟ بص البادجات زادت صراحه. زادت قد ايه بقى؟ انا كنت سامع اعلى حاجه كانت 29 30 حاجه شبه كده. بص اقول لك على حاجه، هو بالنسبه للشركه ماشيه بنظام وده كلنا فاهمينه، يعني ان هي مع كل زياده هي بتزودها. حلو. فاهمني؟ الزياده بتاعتها مش بتكون اللي هي العاليه قوي، بس بتكون بصراحه مجزيه لحد ما. يعني الباتشات دلوقتي وصلت كام؟ اقصى حاجه 31. 31 هم ثلاثه صح؟ لسه بس هم عندهم برضو حركه كده مش احسن حاجه، بس هي يعني عشان يستفيدوا برضه. فكره المارت بتاعهم. الايه؟ المارت بتاعهم مش بيكون بنفس سعر الاوردر العادي، مع ان الضغط على المارت اعلى. فدي لو حتى يعني لو سعر المارت مثلا نفس سعر بره دي هتبقى جميله جدا. معلش ممكن توضح يعني ايه مارت؟ بص مارت اللي هو الطلبات، مارت اللي هو الماركت بتاع طلبات. الماركت بيكون ده بيبيعوا فيه يعني حاجتهم هم.
فاحنا بناخد الحاجه دي مثلا لو خدنا اشياء بقيمه 1000 جنيه حلو. بنروح بناخد ال 1000 جنيه من العميل، فاحنا بنوردها ايه على حسابنا احنا. فاهمني؟ فده بيكون في طرق طبعا كتير ان احنا نورد ببلاش، بس مش بتبقى متاحه لكل الناس ومش بتبقى متاحه في كل الوقت. اوكي. في نفس الوقت سعر الاوردر عندهم اقل من المطعم. فانت بالنسبه لك الموضوع بالزبط. مش مجزي قد كده شبه المطعم. بالظبط. بس انت مضطر ان انت تقبل الاوردر على انه كده كده شغل، عشان انت لو ما قبلتش الاوردر البادج بتاعك بينزل. بالظبط، ده بيعلى بصعوبه. بالظبط، عارف الموضوع ده. بس والله الصراحه برضو الواحد يقول اللي عليها كويسه مش وحشه. طيب طب ايه اللي خلاك بقى تختار طلبات عن بقيه الحاجات الثانيه؟ احمد سامي. مين احمد سامي؟ ده صاحبي. اشمعنى؟ هو والله اللي خلي انا اصلا ما كنتش بعرف اسوق اساسا. ده مبدئيا والله اصلا. وكنت شغال في مكان تاني في بلازا. دليفري برضو؟ لا كنت شغال في كاشير في بلازا. اوكي. فاحمد دوت اخ ليا الصراحه، ده اللي طلعت بيه من الدنيا يعني. اوكي، ربنا يخليه لك يا صاحبي. وفهمني الدنيا ماشيه ازاي في الطلبات، وواحده واحده عملت جمعيه وجبت مكنه واشتغلت عليها. حاليا انا سوبرفايزر جامد وطيار الاثنين. جامد ما شاء الله. يعني انت دلوقتي انت شغال في الصبح الشيفت بتاعك الاساسي عادي، وبالليل بقى اللاب بقى والدنيا وعيش مع الطيارين. جامد ده. يعني انت الشيفت بتاعك ماسك الشيفت بتاع الصبح في انا بص يعني لو عندي شغل الصبح تبع المكتب بخلصه الصبح وبنزل بالليل. عندي اللهم ذكرني الشغل بتاعي طياريني بالليل، فبنزل الصبح وبظبط حالي. انت بالنسبه لك انهي احسن، الشغل بالليل ولا الصبح؟ بص الاثنين حلوين، ما تشتغلش الظهر. طب يعني ايه احسن وقت بالنسبه لك؟ هقول لك، انا كده الفتره دي مضغوط فباخد شيفتين، يعني اوقات باخد شيفتين، باخد شيفت من الصبح بالليل، فبتبقى الدنيا كده لفه عامله شبه الدايره كده، بتاخد وقت قليل بس تنام فيه. لكن انت لو هتسالني كواحد ما وراهوش اي حاجه، مجرد بيدفع جمعيه بس كده وحياته بسيطه، يعني مش محتاج حاجه، اشتغل الصبح. تمام. يعني بس ربنا سبحانه وتعالى سنه الحياه فينا. انا فاهم. بس انا كنت سامع ناس قبل كده بتقول ان الشغل بالليل اكتر، يعني احسن من الشغل الصبح. لا مش فكره كده. مش فارق. لا هي بس الفكره عشان الحر والفرهده وبتاع والجو ده. هم بيشتغلوا بالليل، وكمان السكه بالليل فاضيه. اريح في الشغل، بس اخطر لان الشباب عندنا متهورين شويه الصراحه. ده هي بيجروا مش بيروحوا. بعدين احنا في اسكندريه فصباح الفل يعني في الموضوع. احنا صباح الفل جري. ده صباح الفل. انت بقى الموضوع في الساعه عامل معاك ايه؟ والله صعب بصراحه. ده انا بقول لك يعني، انا بص انا لابس ايه الشتاء بالنسبه لي ومش طايق نفسي. انا لسه بقول في الفيديو الله يكون في عونكم، انا نازل وهعمل الفيديو وانا متلج. الناس دي شغاله ازاي؟ اقول لك والله على حاجه بجد، والله عايشتها الحاجه دي. انا نفسي الناس كلها تبقى عارفاها، لو تديني اسمح لي اقول رايي. لا بص انت معاك المايك يا باشا، انت عيش. انت بتنقل تجربه ليك، فاهم؟ انا بس ما بحبش اكون تقيل على حد. لا يا باشا عيش. انت الناس بس يعني الناس عشان انا مثلا لو واحد عايز يشتغل في طلبات فهيتفرج على الفيديو ده يستفاد من الخبره بتاعتك بس. يا باشا يا نهار ابيض، والله التجربه بكل صدق وبكل امانه. هو في الاخر وانا بعمل ثواب وانت بتعمل ثواب. والله العظيم على راسي اقسم بالله بس. طيب اقول لك على حاجه، انا كنت شغال في مكان، كنت شغال في فتره من الفترات يعني في العمال بتاعت البنا وكده في شركه مقاولات. فدي كانت بالنسبه لي كانت صعبه جدا، وكانت بتاخد مني مجهود وطاقه جامده جدا جدا. بس كنت بصحى كل يوم قادر. حلو. كنت بصحى كل يوم رزقي وقادر عليه. تمام. لما جيت في طلبات بالنسبه لي في الاول كان الشغل كان ايه الرفاهيه دي. بعد فتره بدات عشان انا مجهودي محتاج عشان مجهودي الحته دي بس، عشان مجهودي بقى محدود في الحاجه دي. فبقت بالنسبه لي لود. فهمتك. فانت اي حاجه هتحط في، لو انا دلوقتي رحت في حاجه اعنف من كده هاخد فتره واتاقلم وهلاقي طاقتي بقت اكتر. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم الطاقه بتاعتك كل يوم. اكيد طبعا. لو انا صاحي يوم من النوم عارف ان انا اجازه، مبقاش عندي طاقه اتحرك من على السرير. قضيتها بالظبط. فانا والله العظيم بتوكل على الله. انا في الساعه امبارح ما كنتش متخيل ان انا هكمل شيفت. امبارح ربنا كرمني وكملت شيفتي والله العظيم وتوكلت على الله. وكل مره بتزق نفسك الشيفت اللي جاي، الاوردر اللي جاي بكمل اقسم بالله. فهو المساله كلها في ايد ربنا سبحانه وتعالى والتوكل. التوكل ده والله العظيم هو اقسم بالله بيشغلك في اي حاجه. اكيد طبعا. اما كطلبات توكل على الله وانسى. طيب في بقى حاجه ثانيه، انت تقريبا كده بيخش لك في رينج من كام لكام؟ بص انا قلت لك الاعلى بادج اللي هو ب 31. فانا بتنزل بعدها 2 جنيه في 2 جنيه. اوكي تمام. 31 29 ومن 29 ل 27 الله بالظبط كده. في برضه دخله على المسافه بيكون جنيه على كل كيلو. تمام. بيعدل معاك الدنيا ماشي. يعني
نسبيا. ده والتبس طبعا كده كده مش محسوب. بالظبط. التبس ده الشركه الصراحه بتسيب لك التبس سواء كان اللي من العميل او اللي حتى العميل بس برضه مش محسوب برضه لانه مش ثابت. لا مش ده رزق. اما انا بقول لك مش ثابت. انت يوم ممكن تنزل تلاقي تبسك يجيب بنزينك مثلا، فتبقى اليوم ده انت ما دفعتش بنزين مثلا. اليوم اللي بعده ممكن تنزل ما تلاقيش تبس خالص، فهي رزق بتاعت ربنا. رزق بحت يعني. بس انا بتكلم انا مثلا لو واحد تدخل لك متوسط في اليوم مثلا لو شغال كويس تدخل لك من 350 مثلا 400 كده. 350 ل 400 بالظبط. تمام. ده بقى صافي بعد البنزين ولا؟ على حسب، لو دنيتك تمام من العملاء او كده او التبس مرضي وبتاع يبقى دول الصافي. دول الصافي. مش كده بتدفع منهم جزء. وبرضه يعني اللي بيعتمد على حسب الباتش اللي انت فيه، تمام، وبيعتمد على حسب بقى التبس، وبيعتمد على حسب مشيك انت والزحمه وكل الكلام ده. بس والله انا ما تجريش يعني، ما بجريش. طيب بما انك جري بقى، كلمني على الموتوسيكل بتاعك بقى، بياخد قد ايه اقفل بس الكونتاك عشان ما بطاريه يا عم غاليه دلوقتي يا عم. دي الار 150 والله، دي الحلوه، دي المعقوله. اوب ثانيه هنمنتج دي. مالك يا نجم في ايه؟ معلش الحاج مستعجل، هتلاقي معاه اوردر برضه. بص الموتوسيكل بتاعي بغير له زيت. الاول كنت بغير له زيت اللي هو 10 40. تمام. كنت بحط له موتل، بعدين حطيت له دوت انت بدات بيه ومكمل بيه صح؟ ده اللي بادئ بيه، ده من سنتين معاك. ما شاء الله. كنت شغال بحط الاول موتل، بعدين ضرب، رحت جاي نازل على الشيل راح ضارب، رحت سايب لي 2 بقى وحاطط 20 50. ودي كانت اغلط حاجه عملتها في حياتي اصلا. ان انا حطيت زيت تقيل على المكنه عكس الكتالوج بتاعها. دي الغلط فعلا. دي غلط خالص. عزم الموتور معايا اتدمر طبعا، بس مش مع الشغل وكده. يعني مثلا لو كنت هي 150 المفروض، يعني انا كنت بجيب بيها مثلا، لو بجيب بيها 120 125، هي دلوقتي مثلا لو جابت 108 مثلا تبقى عظمه. انت كده كده مش محتاج السرعه ديت في انا بتكلم لو على طريق مفتوح ولا فاهمني كده. طيب البنزين بتحط قد ايه بنزين؟ يعني انا لو هشتغل شيفتين مثلا بحط ب 100. ب 100 بنزين. انا جاي هشتغل شيفت واحد مثلا، بس طبعا كنت مفول يعني، وكل يوم مثلا تحط ب 50 هتكفيك شيفت مثلا 8 ساعات بتاع كده. بالنسبه للموتوسيكل انا بتاعي انا 150 سي سي جميل، بيكفيني، وعلى ماشي انا بيكفيني، اقتصادي جميل. حلو. طيب الموتوسيكل اعلى شويه هتعلى حاجه بسيطه، بس هي مش الفرق لا انا عارف، لان انا اشتغلت في حوار الموتوسيكلات، فعارف ان هي ال 150 ده يعتبر احسن حاجه للشغل. ده جميل كشغل كمان. انا مش محتاج ال 200 ولا ال 250. لا مش هتحتاج، وده اوفر لك كتير في البنزين. دي معلومه ليك يعني. مقضي غرضي جميل. فانا الصراحه هو جميل، انا بحبه الصراحه. ماشي يا ابو الصحاب، الزوبه دي على راسي. انا والله الشرف ليا، وانت ربنا يجعل اللي انت بتعمله ده في ميزان امين يا رب. ويا رب الكلام ده يفيد حد يعني. امين يا رب حبيبي. حبيبي فرصه سعيده. ما تهزرش يا حاج، الموتوسيكل اللي راكبه الحاج ده ما شاء الله من احسن الموتوسيكلات اللي تشتغل بيها دليفري. ربنا يبارك لك فيها يا حاج يا رب. قول له يا ابو الصحاب، انت بقالك قد ايه شغال في طلبات؟ انا بقالي بتاع 7 شهور. 7 شهور؟ انت جديد يعني لسه، يعني مش يعتبر جديد. انت جيت قبل الزياده بتاعت البنزين الاخيره ولا بعدها؟ لا قبليها. قبلها؟ طيب الباتشات فرقت معاك ولا لا؟ هو مش قوي يعني، مش قوي، فاهم انت، الفرق مش بعيد. الجنيه اللي زاد دوت ولا 2 جنيه دلوقتي؟ مش بعيد. لا مش بعيد. بس هو حاجة. يعني هي كده حتى لو فضلت زي ما هي كانت مرضيه يعني، الحمد لله يعني. تمام. طب انت تقريبا بتعمل يعني، انت في باتش ايه دلوقتي، وبتعمل تقريبا رينج قد ايه؟ هو انا المفروض باتش واحد، بس انا باتش 2 يعني، فاهمني؟ ايه باتش واحد بس باتش 2؟ مش فارقه، باتش واحد وباتش 2 واحد يعني، فاهم انت، اللي هو جليت اوردر كده غصب عني، فاهمني؟ نزلت 2. اوكي. طب انت لما بتنزل بقى بتعمل ايه عشان تطلع تاني؟ تشتغل اوردرات كتير؟ فاهم انت، فهو مثلا انا بنزل درجه ونص. حلو. الدرجه ونص دول بيبقى مثلا ايه 99 مثلا 98 ونص. حلو. فاهمني؟ في كل اوردر مثلا باخد عليه درجتين معايا لحد ما اوصل 90. بعد حلو. كده باخد على الاوردر درجه واحده. تمام. يعني مثلا لازم اوصل 50 اوردر عشان اوصل 99. فهمتك. فاهمني؟ وبعد كده مثلا ايه على كل اوردر ايه درجه واحده لحد ما اوصل ايه 100%. تمام. طيب تقريبا بقى الرينج بتاع الفلوس، مش بقول لك بتجيب كام بالظبط، الرينج تقريبا يعني في اليوم حسب شغلك. مع الشركه الصراحه يعني بتنزل بونص، فممكن مثلا اعمل مثلا في الاسبوع دوت 1000 ونص مثلا، 2000 جنيه مثلا. مع البونص الاقي نفسي مثلا وصل 2000 2200 مثلا. ده صافي ولا كتوتال؟ لا كتوتال. في بقى مصاريف بنزين. ما ده اللي انا بتكلم فيه. طيب انت كلمنا بقى على الموتوسيكل بتاعك، بيصرف ايه؟
لا البنزين اللي هو 92 فاهمني. زيت ده انت شيل. مروق عليه. ايه مروق عليه. ما هو لا ما هو عامه في اسكندريه كل انا فاهم زيت 92 92 فاهمني. مفيش قليل لما تلاقي 80. اه شيل 160 جنيه دلوقتي. والصيانه طبعا رافعه في العالي. تمام. طيب انت تقريبا كده اللي انت بقى بتحطه في الموتوسيكل وبالنسبه للي داخل لك من طلبات ده شايل ده؟ يعني انا كشاب مثلا عايز ابدا في طلبات، انت شايف الموضوع بالنسبه لي هيبقى مجزي؟ ما هو بقى على حسب فاهم انت. يعني انا هشتغل على حسب شغلك اكيد زي ما انت قلت، هشتغل قد ايه؟ احنا ماشيين على الهوا فاهم. انا فاهم كده كده. مش انا مش زي ده فاهم انت. فهو ممكن مثلا ايه ابقى ماشي عادي الاقي مثلا كيل فرامل ضرب. لا ده اكيد انا بتكلم لو هي كلها بستر ربنا فاهم. ما هو بستر ربنا الحمد لله. الحمد لله. لو احنا ماشيين تمام، هل دوت انا كشاب مثلا الاقي الدنيا معايا تمام في اخر الشهر؟ لا لو تمام 100 تمام. توكل على طب الله. لو انا مثلا عايز اجيب موتوسيكل قسط مثلا، هل دوت هينفعني ولا لا؟ طب ليه؟ ما انا بقول لك انا عن نفسي حتى لو هوجن مثلا اي حاجه من الحاجات لا 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 مش هتنفع. بالغلو اللي احنا فيه دوت الدنيا هتبقى صعبه. مش هتنفع خالص. يعني انا بالنسبه لي لو ما كانتش مكانتك بلاش احسن. انصح اخواتي لا بلاش. لا لان هي فعلا انت بتبقى ماشي ما انتش عارف ما هوش داخل يعني ايوه ما فيش. لو لا قدر الله حصل حاجه انت مش حتى هتقدر. لو المكنه جديده ممكن يحصل معاك اي حاجه. أيوة ممكن يحصل معاك اي دروب. فانت كده هتلبس في حاجات في اقساط بقى وبتاع والجو ده. اللي هو انت الاقساط وبتاع. لان في ناس كتير بتسالني هل انا لو جبت مكنه قسط هقدر اسدد الموضوع ولا لا؟ انا من وجهه نظري لا، بس ممكن حد تاني ممكن يقول لك لا ما انا ممكن اجيب مكنه قسط واسددها من طلبات وبتاع ومش عارف ايه يعني. انا بقى مكانتي ويا دوبك بجيب مصاريفي ومصاريف البيت فاهم انت. انت متجوز اصلا ولا؟ لا خاطب. تمام. ايه ده احسن؟ تمام. طب يا صاحبي انت بقالك قد ايه شغال في طلبات؟ بقالي حوالي سنتين كده، سنتين ونص. سنتين؟ انت من الناس عظمه قديمه في طلبات ها؟ طيب الشغل بقى هل في طلبات زمان احسن ولا دلوقتي احسن بقى؟ طبعا بعيدا عن الشركه غلو البنزين بقى وقطع الغيار والجو ده. على حسب غلو البنزين او اي حاجه. مثلا زمان كان الاوردر رخيص فالبنزين كان رخيص، دلوقتي البنزين غلى فالاوردر غلى. تمام. يعني فدي شايله دي؟ في فرق. ما دي بقى يعتبر برضو نفس هي دي حاجات بتساوي حاجات. تمام. الباتشات بقى راعوا، هل شركه طلبات راعت الباتشات دي بقى كل واحد على حسب شغله، يعني على حسب شغله واجتهاده وتركيزه وبتاع هيصعد. يعني عايز ياكل عيش هيصعد، مش عايز يهزر ويضحك وبتاع هيقضيها. هل بقى هل فعلا الشركه بتزود الباتشات لما البنزين بيغلى فعلا ولا بتزود؟ هي في استمرار على طول. يعني انا على حسب شغلي الزياده زادت بتاع 5 أو 6 مرات. بجد والله؟ وسمعت اللي فيه بونص وبتاع والجو ده. البونص دي بتبقى في عيد رمضان، مناسبات كده. هي مناسبه فبينزل لك البونص. طيب انت بقى تقريبا الرينج بتاع الفلوس اللي بيخش لك في اليوم تقريبا من كام لكام؟ يعني هو برضو على حسب انا بشتغل قد ايه. في ايام ما بشتغلش ياما وفي ايام بشتغل ياما. لو انا راجل فحيت شغل يعني من ما بين 400 جنيه او 500 جنيه في اليوم يوميا مثلا. ده بيبقى صافي ولا هو بقى بتطلع بنزين مثلا، حبيت اتغدى، في مصاريف للمكنه، في مصاريف شخصيه كده. تمام. ده بس ال 400 او 500 دولت ده من غير التبس، من غير بقى حاجه بس برضو في مصاريف انا شخصيه ومصاريف المكنه. اكيد. طيب انت المكنه بتاعتك ايه؟ وقول لي كده بتصرف ايه؟ طيب لا المكنه مثلا بس يا صاحبي سيبك بس. انا شايفك مروق عليها ومسترك وبتاع. والله ده انا كل ده شلت الحاجه من اول كمان. ده ليه كده بس؟ ما شاء الله. الظباط بتاعت المرور مش سايبين في حالي. هم والله العظيم ما سايبين حد يعني. لا يعني الحمد لله يعني. شلت والله كل حاجه. طب قول لي كده، احكي لي على المكنه بتصرف منك قد ايه؟ يعني ممكن كل اسبوع جيركن زيت. عشان الشغل طبعا وبتتحرك كتير. كل اسبوع اساسي معايا. بتحط زيت ايه بقى؟ لازم بحط موبيل ابيض. بكام؟ اول ما جبت انا حاطط عليه ب 190 دلوقتي. تمام. وبنزين قد ايه البنزين مثلا؟ بنزين يعني بمعدل 50 جنيه كل يوم مثلا. 50 كل يوم؟ تمام. ديت الحاجات اللي تعتبر اساسيه، زيت اساسي كل وبنزين. لو لا قدر الله بقى انت مع الاستخدام في فرامل وبتاع كل اسبوع لازم صيانه للمكنه، في حاجه بتاع ابص عليها لازم افك وابص. طيب انا عايزك تقول لي انت جربت حاجه ثانيه غير طلبات؟ لا الصراحه.
ده كانت اول حاجه انت اشتغلت فيها وارتحت فيها. خلاص بقى خدت عليها. تمام. انت ليك اصحاب تانية شغالين في حاجه تانية غير طلبات؟ ليا في مرسول تمام. طب واندرايف. طب ايه اللي خلاك مثلا انت تختار طلبات عن الشركات التانية مثلا؟ انا خلاص يعني يعتبر خلاص اتعودت مثلا وعرفت بقى نظام الشغل واتأقلمت نفسي على المرتب وكده فخلاص انت سستمت حياتك على كده. سستمت على كده. طب انا لو واحد مثلا عايز ابدا، ايه المفروض اللي انا اعمله في طلبات؟ انا مثلا معايا مكنه ايه بتاعتي، اروح فين اتحرك فين؟ في محاضره تدريبيه يعني بتفهم الكلام ده كله. لا يعني انا اروح في مكاتب مثلا، في حد على النت، في مكاتب ياما يعني انا اخش اقدم على النت اكلمهم على الصفحه بتاعتهم يعني ولا اكلمهم على ايه؟ الصفحه في مكاتب ياما، في مكاتب في السيوف وفي سموحه هنا وفي محرم بيه بس المكاتب دي تبع طلبات نفسها. تمام. بس كلها مكاتب بقى متقسمه. حلو. بس كلها هدف واحد يعني، كلها نفس الشغل. حلو. بروح بقى، اول لما بروح بعمل ايه؟ ايه المطلوب مني؟ الاوراق المطلوبه مني والحاجات دي؟ هي صوره البطاقه وصوره الرخصه. تمام. الرخصه تبقى ساريه والبطاقه ساريه اكيد طبعا. حلو. بس فيش وتشبيه والحاجات ديت بيطلبوها ولا لا؟ مش اي حاجه تاني. عشان كان في اوبر تقريبا زمان. لا بيبقى في استعلام امني بس كده. استعلام امني كده بيتعمل بالرقم القومي. ايوه. بس ما بيطلبوش ولا فيش وتشبيه والجو ده. وانت بتقول كان في محاضره في الاول؟ محاضره بتفهمك نظام الشغل وبتاع وتتعامل مع الابلكيشن ازاي والباتشات ازاي والجو ده. محاضره تدريبيه يعني عن نظام الشغل. دي محاضره واحده بس بتاخد يوم واحد؟ محاضره بتفهم منها نظام الابلكيشن وبتاع وبيعرض لك على الكمبيوتر جامد ده. فانت دلوقتي انت من وجهه نظرك فانت شايف طلبات ديت احسن حاجه بالنسبه لك؟ هو ممكن يكون فيها احسن بس انت خلاص انت سستمت نفسك على الموضوع ده. اتعودت عليها. تمام. انت بقى كشاب شبه اي شاب كده، انت شايف الفلوس اللي داخله لك دي مكفياك؟ يعني انا لو انا مصاريفي بتزيد مثلا باجي على نفسي يوم اشتغل ساعتين زياده بتاع على حسب ما انا اصرف، على حسب ما انا اشتغل. ده انت ممشيها كده يعني هو اللي عايز ياكل عيش ويفتح بيت هيشتغل وهيصرف. يعني انا فعلا لو انا عندي بيت ومتجوز وبتاع تصرف، بس هي القصه بتبقى ان انت ماشي على عجلتين وبتبقى بامر. ما هي دي الفكره بقى يعني. بص بس انت بتبقى بامر ربنا كل حاجه. اكيد طبعا. بس لو انا هي كلها في ستر ربنا. بس انا لو واحد فعلا متجوز او خاطب او ايا كان عايز اكون نفسي بالحاجه دي تفتح معاك بيت. لو انت داخل وعايز تاكل عيش هتفتح معاك بيت زي الفل. تمام يا جدعان، زي ما انتوا سمعتوا كده يعني كله تقريبا نفس الكلام. ولو انت بقى سواء انت كان عندك بيت، راجل خاطب، راجل شاب كده مع حالك وعاوز تروق على نفسك، فانا شايف ان فكره الطلبات ديت حاجه كويسه. وبالمناسبه ان دوت مش اعلان لحاجه ولا اعلان لاي شركه، لان انا زي ما قلت لك انا كده ان شاء الله هعمل لكم يعني حلقات على حاجات تانية، فمحدش بقى يدخل يقول لي اصل انت اعلان ودفعوا لك كام وبتاع والجو الخرفان بتاع الناس العبيطه دي. فهي الفكره في الاول وفي الاخر زي انا بقول لك كده استفاده للكل يعني. ماشي يا ابو الصحاب، في الاخر كده تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وكان معاكم رمزي ابو زيد. وقول لي الفيديو الجاي عايزه يبقى عن شركه ايه. لو انت عندك شركه معينه قول لي الفيديو بتاعها عايز يبقى عن اي شركه بالظبط، وايه الشركه اللي انت عايز تشتغل فيها وعايز تعرف معلومات عنها. وسلام. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ما شاء الله ما شاء الله.